برغم مشاركة الفنانة نادية شكري في عدد كبير من الأعمال الفنية اللي تنوعت بين أفلام ومسلسلات ومسرحيات، إلا إن دورها الأشهر واللي علم جدا مع الناس كان دور سوسو في مسرحية العيال كبرت. انت عارف يا سلطان، دول هيدوني في الكباريه ده في الليلة 10 جنيه. مش تقول ان فيها فلوس؟ تعالي وبعد اختفاء نادية شكري لمدة طويلة عن الساحة الفنية، رجعت ببعض الأعمال البسيطة زي فيلم رحلة 404 مع الفنانة منى زكي. كمان ظهرت في الحلقة الخامسة من مسلسل ألف ليلة وليلة بطولة الفنان ياسر جلال اللي بيتعرض في الموسم الرمضاني الحالي. وقدمت نادية دور سيدة عجوز بيساعدها جودر على سداد دينها وإيجار منزلها علشان ما تضطرش تبيع ابنها في السوق. ولأن الجمهور اتفاجئ بظهورها خصوصا مع مكياج الشخصية اللي مزودها عمر فوق عمرها، فبقت الفنانة نادية شكري حديث مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت الفنانة إنها متوقعتش تصدرها لمحركات البحث لمجرد مشاركتها في مشهد ضمن أحداث مسلسل جودر. وكتبت نادية شكري على حسابها في فيسبوك أول تعليق ليها على رجوعها للتمثيل وكتبت نادية شكري على حسابها في فيسبوك في أول تعليق ليها على رجوعها للتمثيل: مش عارفة أعبر عن فرحتي إني أعمل دور ضيفة شرف فيعمل كل الضجة دي. ده أولا طبطبة من عند ربنا في وقت كنت في أشد الاحتياج ليها، فجعل لي النصيب في اشتراكي بعمل يتكتب له نجاح كبير مع مخرج واعي ورائع زي الأستاذ إسلام خيري، ومع نجم كبير زي الفنان ياسر جلال، ومع طاقم عمل من المبدعين. وطبطبة من ربنا كمان إنه يجعل حبكم ليا يكون السبب الرئيسي في الضجة دي، ولولا حبكم ما كنتش هبقى ترند. فعلا اللي يحب ربنا يحبب خلقه فيه، ربنا ما يحرمنيش من حبكم. ولو ما تعرفوش، فنادية شكري كانت زوجة الفنان سامي العدل، وأنجبت منه بنتها الفنانة رشا العدل، وبعدين تم الانفصال بينهم بعد 4 سنين من الجواز، وهي دي جوازتها الوحيدة. علشان كده حبت رشا العدل تدعم والدتها نادية شكري بعد تصدرها للترند، فنشرت صورة لوالدتها على حسابها في فيسبوك وعلقت عليها: أمي تتألق في مسلسل جودر. وكمان نشرت صورة تانية وكتبت عليها: أمي ركبت الترند ومش عايزة تنزل، سيبي غيرك ياكل عيش بقى. وما تنسوش الاشتراك علشان نتابع الجديد مع بعض.